ولد الشريف حسين بن علي عام 1853 في اسطنبول. والده كان مبعوثا لدى الدولة العثمانية. تربى في القصور العثمانية وعاد إلى الحجاز مع أبيه. والده كان من الأشراف الهاشميين. أرسل العثمانيون والده ليكون واليا على مكة لفترة قصيرة. العلاقة مع والده كانت قوية، غرس فيه روح الشرف والاعتزاز بالنسب القرشي. للشريف حسين 4 أبناء: الملك علي، الملك عبد الله، الملك فيصل، والأمير زيد. اعتمد حسين على أبنائه في إدارة شؤون الثورة العربية الكبرى 1916-1918. أعلن الشريف حسين الثورة على العثمانيين في 1916 بمساعدة أبنائه الثلاثة الكبار. قاد فيصل الجيوش نحو الشام، وعبد الله كان نشطا في الأردن، وعلي بقي في الحجاز. كان حسين ينسق سياسيا مع الإنجليز عبر مراسلات مكمهون. كانت العلاقة بينهم أشبه بشراكة، الأب قائد سياسي والأبناء قادة عسكريين. خدع الشريف حسين بوعود الاستقلال العربي بعد الحرب العالمية الأولى. تقاسمت بريطانيا وفرنسا المشرق العربي باتفاقية سايكس بيكو. خسر الحجاز لصالح آل سعود سنة 1925، فنفي إلى قبرص. بقي بعض أبنائه ملوكا، فيصل في العراق، وعبد الله في الأردن. ظل الشريف حسين في منفاه حزينا وفخورا بأن أبناءه صاروا ملوكا. توفي الشريف حسين في عمان عام 1931، ودفن في القدس الشريف.